يا صباح السعادة والهنا على متابعيني الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا كويسين وبألف خير. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العشرة ذو الحجة. ربنا يعود علينا وعليكم الأيام بخير إن شاء الله. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض صينية فراخ وصينية بطاطس بطريقة حلوة ومكونات بسيطة موجودة في كل بيت. تعالوا نشوف معانا ايه. معانا بطاطس، معانا عصير طماطم متسبك، معانا فلفلة ومعانا بصل ومعانا بهاراتنا بتاعت البطاطس، ملح وفلفل وثوم وكزبره ناشفه. ومعانا فرخه متقطعه وغسلينها كويس ونقعينها في المحلول، الملح والليمون والخل وشويه من الدقيق. معانا بصل، فلفله، طماطم، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل اسود وكزبره وكبابه صيني وكاري وبهارات فراخ وملح وتوم باودر وبصل باودر. ومعانا كيسين من الكاتشب وواحد مرقه دجاج. تعالوا نشوف اول حاجه هنعمل مع بعض تتبيله الفراخ. اول حاجه جبنا الكبه بتاعتنا او الخلاط، هننزل بالطماطم وهننزل بفلفله خضراء وهننزل بالبصل وهنبدا ان احنا نضربهم مع بعض. لحد ما كل المكونات تتضرب مع بعض. حطينا الباقي البصل والفلفل ونضربهم مع بعض زي ما احنا شايفين كله اتضرب مع بعض اهو. هنبدأ نضيف البهارات بتاعتنا اللي قلت لكم عليها، ملح وفلفل اسود وكزبره ناشفه وباباسيني كاري بهارات فراخ وتوم باودر وبصل باودر. وهننزل بمعلقه من الثوم، معلقه من الثوم وواحد مكعب مرقه فراخ ومعلقه كبيره من الكاتشب بالشكل ده كده. هنبدأ نضربهم البهارات مع الفلفلة والبطاطس مع الفلفل والبصل والطماطم سوري. تعالوا نحضر الصينية بتاعتنا. التتبيلة اهي بتاعتنا بعد ما خلصت ريحتها تحفة. هنبدأ ننزل بالفراخ بتاعتنا، هنرصها في الصينية وننزل عليها بالخلطة وهندعكم طبعا مع بعض. نبدأ ننزل عليها كده. دي تتبيلة جديدة اول مرة اعملها معاكم اهو، جربتها وعجبتني فقلت طبعا اقول لكم عليها. طبعا هندعك الفراخ بتاعتنا كويس جدا عشان كله يبقى اخد من التتبيله. طبعا احنا في بيوتنا كلنا بنشتغل بايدينا عادي جدا. بالشكل ده كده. وهنحط عليها كوبايه من الميه وهنحطها على النار. هننزل بكوبايه من الميه اهو عليها. طبعا ممكن نغطيها بورق فويل، انا ما عنديش ورق فويل فهغطيها بورق زبده. وهنبدأ نغطي الصينية بتاعتنا كويس جدا وهنحطها على النار.
انا جبت ورق فويل وغطيت الصينيه بتاعتي بالاول بالورق الحراق سوري بالورق الزبده، وبعد كده بالورق الفويل طبعا عشان الورق ما يتحرقش مننا على النار. دلوقتي هنجهز مع بعض صينيه البطاطس. اول حاجه البصل بتاعنا اهو هنشيله، هنطلعه كده حلقات زي ما احنا شايفين كده، هنطلعه كله كده مع بعضه. ريحه الفراخ على النار رهيبه بالشكل ده كده. هننزل بالفلفل الاخضر، وزي ما قلت لكم انا بحب ادخل الفلفل الاخضر في كل الاكل. هننزل بالبهارات بتاعتنا، الملح والفلفل والكزبره الناشفه والثوم، وهندعكم مع بعض. وهننزل بالبطاطس. احلى بقى صينيه بطاطس ممكن تاكليها في حياتك بالشكل ده كده. ندعكم مع بعض لحد ما نتاكد انه كله اخد من الفلفل والبصل والملح والفلفل والثوم والكزبره الناشفه، بتخلي طعم الاكل حلو قوي بالشكل ده كده. هندعكم مع بعض كويس جدا. ان شاء الله هنزل لكم فيديو تسبيكه الطماطم بطريقه سهله وتحضير ان شاء الله للعيد. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير. هنبدا ننزل بعصير الطماطم دي متسبكه، وهنغطيها ونحطها على النار. شايفين شكل الفراخ بتاعتنا وهي على النار. انا شلت الورق الفويل طبعا عشان اوريكم بتغلي ازاي، وريحه التتبيله رهيبه. تعالوا نشوف مع بعض البطاطس. حطيناها على النار اهو وغطيناها، وهنسيب الفراخ والبطاطس مع بعض نفسهم بقى يستووا، وهنشوف مع بعض المرحله الثانيه. شايفين الفراخ وجمالها بجد، الريحه رهيبه. طبعا الفراخ دي كل ما تقعد في التتبيله اللي احنا عملناها مع بعض وقت اكبر بيبقى الطعم حكايه. تمام. انا شلت الورق الفويل وشلت الورق الزبده، ما شاء الله هي مش محتاجه، انا دوبك غطيتها بغطا عشان بس تستوي معايا. شايفين الريحه بجد رهيبه، وشايفين التتبيله وجمالها، ريحتها تحفه. يعني انت ممكن تتبليها من بالليل لتاني يوم لو مش مستعجله. انا عشان عملتها مع بعض على طول فدخلتها تبلتها على طول وحطيتها على النار، والريحه بجد رهيبه. جربوها مش هتندموا. تعالوا مع بعض نبص على البطاطس. شايفين البطاطس بجد يا جماعه الريحه رهيبه، اللهم اني صايمه. شايفين الجمال بجد تحفه. وهنعمل مع بعض الرز بالشعريه. تعالوا نشوف مع بعض الفراخ. شايفين طبعا الميه اتشربت اهي وبدات تتشرب اكتر. شايفين البطاطس معايا ما شاء الله اللهم بارك. انا وطيت عليها خالص، واول ما الفراخ تتشرب خالص هندخلهم الفرن مع بعض، البطاطس والفراخ. استنوني. طبعا لو لسه ما اشتركتوش في القناه ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. قناتي بتكبر بيكم وليكم ان شاء الله. طول ما احنا مع بعض هنعمل وصفات اكتر واحلى، وصفات جديده، وصفات سهله، وصفات اقتصاديه. بس ما تتاخروش عليا في الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. البطاطس خلاص خلصت وقفلت عليها. الفراخ لسه على النار. حطينا الحله بتاعه الرز، حطينا شويه زيت. هنبدا ننزل بلسان العصفور عشان ما لقيتش عندي شعريه، فما فيش مشكله، المتاح عندك اعمليه، ما توقفيش نفسك على اي حاجه. طبعا انا قفلت على البطاطس خلاص والفراخ مغطيه عليها خالص، يا دوبك هعمل الرز وهدخلهم الفرن وهنشوف مع بعض. طبعا لازم تاخد اللون الذهبي. كل سنه وانتم طيبين. طبعا الايام ذو الحج ديت ال10 ايام دولت افضل من بعض. نكثف من الدعاء دايما، ندعي بالحاجه اللي بنحبها، ودايما نفتكر كل الناس في دعانا. يعني ما ندعيش لنفسنا بس، ندعي للناس اللي حوالينا طبعا، ولينا المثل. كل ما بندعي لحد الملائكه بتقول لنا ولكم المثل. فربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير وعلى جميع امه محمد. شايفين طبعا بنحمر اللسان العصفور اهو لحد ما تاخد اللون الذهبي. محضرين الرز وغسلينه ومصفيينه بالشكل الجميل ده كده. شايفين الجمال، ريحه الفراخ روعه. طبعا مولعه الفرن دلوقتي علشان يسخن، علشان الفراخ والبطاطس تخش على سخونيه، عشان ما ينفعش ندخل الحاجه وهي سخنه، ندخلهم على فرن بارد. لازم يبقى الفرن سخن معانا بالشكل ده كده اهيت.
شايفين بدأت تاخد اللون الذهبي وتغمق اكتر. طبعا هنسيبها تغمق اكتر عشان لما بنحط الرز ونحط الميه بتفتح معانا، فاحنا مش عايزينها تفتح، احنا عايزينها تفضل غامقه بالشكل الجميل ده كده. طبعا هجيب الرز وهبدأ ان انا انزله دلوقتي على اللسان العصفور او الشعريه المتاح عندك. اوعي توقفي نفسك على حاجه، اي حاجه مش عندك اكيد ليها بديل. تمام. هبدأ انزل بالرز وهقلبه كويس جدا مع لسان العصفور. شايفين دي التكه بقى اللي بقول لكم عليها، شايفين الجمال. طبعا هنضيف الملح بتاعنا على حسب انتي بتحبي الملح عامل ازاي. بالشكل ده كده قلبناه. هنضيف الملح بتاعنا اهوت، وهنقلب الرز وهنبدأ ان احنا نحضر المية علشان نضيفها على الرز. بس يا سيلة، بس يا سيلة، بالشكل ده كده اهوت. تعالوا نحضر مع بعض المية. هبدأ انزل بالمية، كل كوباية رز عليها كوباية من المية زي ما قلت لكم بالشكل ده كده، وهغطي عليه لحد ما يتشرب. وهندخل البطاطس والفراخ الفرن وهنشوفهم مع بعض. دخلنا الفراخ اهي في الفرن زي ما احنا شايفين، والبطاطس شايفين الجمال، والرز بيتشرب على النار. تعالوا نشوف الرز مع بعض اهو ما شاء الله اتشرب. طبعا بقى هنقله من العين الكبيره على العين الصغيره. طبعا ما فيش اسهل من الرز، الكل بيعرف يعمله وانا عارفه ان انتوا شاطرين وزي الفل. تمام التمام كده. هننقله على العين الصغيره وهنوطي عليه بس كده. نقلناه ووطينا عليه خالص اهو. البطاطس والفراخ معانا في الفرن. الفراخ اهي شايفين الجمال، الريحه رهيبه، والبطاطس معايا اهو شايفين ما شاء الله، والرز معانا على النار. شايفين الرز هنبدأ نقلبه. طبعا احنا موطين عليه النار خالص. بالشكل ده كده، وهنسيبه يستوي بالراحة خالص على مهله. وقفلت الفرن من تحت وفتحت الشواية، حطيت البطاطس فوق والفراخ تحت. وبعد كده اول ما البطاطس تتحمر معايا من فوق هدخل الفراخ تحت الشواية زي ما احنا شايفين. شكل الفراخ اهي لما خلصت والبطاطس. هنقدم الاكل مع بعض وزي ما احنا شايفين خلاص خلصنا الاكل وقدمناه. الرز بلسان العصفور شايفين الجمال، والبطاطس بتاعتنا شايفين جوسي وجميلة قوي، والفراخ بالتتبيلة الرهيبة، فراخ مشوية بجد الريحة تحفة. وزي ما احنا شايفين الاكل بالشكل الجميل دوت. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. دمتم سالمين احبتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.